بيكم في حلقه جديده من برنامج المنشط. حلقه جديده يا جماعه ومشاكل جديده. احنا زي ما عودناكم ان كل حلقه بيكون فيها فقرتين. الفقره الاولانيه بنستقبل مشاكل من جميع انحاء الامراض النفسيه، ما بنقولش لا لحاجه. الفقره الثانيه بيكون في موضوع عن كل حلقه، والحلقه النهارده هتكون عن المشاكل الرياضيه. كل المشاكل اللي بتجيلنا انتوا اللي باعتينها، فاحنا مش مسؤولين عن الكلام ده انتوا اللي باعتينه موجود على الانترنت. بخل ذمتي بس. هنبدا بفقره غسيل الجمهور. معانا مشكله بتقول مره البنت اللي مرتبط بيها ابن عمي كلمتني من باب بقى ان انا اتعرف عليها وكده ونبقى اصحاب. فاول بقى ما بقينا اصحاب قلت لها ان هو مستحيل يتجوزك. ليه؟ حاسه انها عملت تصرف صح عشان ما تضيعش وقتها البنت يعني. سلام. بس برضه هي حاسه بالذنب عشان كان ممكن يرتبطوا او حاجه. انت حاسه بنسبه كام في الميه ان البنت دي حربوقه؟ لا ده كام في الميه؟ ده 100% انت حربوقه. ده مبدئيا انا بستغرب الحرابير اللي بيبعتوا مشاكل. ما عشان دور الضحيه. ما هو بعتها مشكله وانت اصلا عندك امراض نفسيه، ان انت مش عايزه تشوفي اتنين مع بعض، او هي عايزه ابن عمها مثلا. وكذا مره قلنا يا جماعه جواز القرايب بيجيب حاجات مش كويسه، بيجيب تخلف، بيجيبوا ناس يقعدوا يبعتوا الحاجات دي. فليه احنا قلنا من الاول. ايوه، وبعدين هو اصلا ستيبس. هو اول حاجه بيبقوا مرتبطين، حلو. بعد كده بيجي البيت من بابه، ماشي. بعد كده ويقروا فاتحه، حلو. بعد كده يتخطبوا، بعد كده يتجوزوا. انت ماشي. عايزاها تنط كل ده ليه؟ انا حاسس ان انت محتاجه تهدي شويه. ثانيا ابعدي عن جواز القرايب، حربوقه بنسبه 100%. كنا شله صحاب ولاد وبنات. بنت منهم كنت بتكلم معاها كتير وكنا قريبين من بعض، بس برضه كنا كل شويه نتخانق ونرجع نتصالح. في اخر خناقه قررنا نقطع علاقتنا. انا عرفت انها ارتبطت بصاحبي وبتفضل تقول حاجات تبوظ علاقتي بيه، ان انا كنت بحبها ولسه بحبها، وهو مغفل يا عيني بيصدقها وبيقفش عليا من غير سبب. كل شله فيها ناس بيقعدوا يرتبطوا ببعض وبيقعدوا يخشوا في مشاكل. انت كده ما اتفرجتش على فيلم سهر الليالي. انت كده ما اتفرجتش. ايوه فعلا. ليه بقى؟ ان الافلام معموله ليه؟ ما عشان نتفرج ونتعظ. انما انت كده بتعامل الافلام معامله النحت، تخش تتفرج في السينما وتطلع ولا كانك شفت حاجه. علي واللي هي اعتزلت، حنان ترك والمعتزله. فنانه حنان ترك المعتزله. ايوه. طيب ويا عيني احمد حلمي كان هو اللي في النص. مع غلبان احمد حلمي ده اصلا دور الغلب على وشه من زمان. النضاره اللي هي بتاعت الاي تي دي بيعمل حاجات غريبه برضه والله. حاسه تمام النصيحه يتفرج على فيلم سهر الليالي. اتفرج على فيلم سهر الليالي ان شاء الله هتكتب احسن. من غير اسم. المشكله اني عندي 30 سنه وما عنديش اكس حتى، ومش عارف ازاي ممكن الاقي شريك حياتي. معلش الضيف بس مش قادر يستنى. المهم ان هو بيشتغل لوحده من البيت وبيروح جيم رجالي وصاحي معظم الليل ونايم طول النهار وحاسس بوحده جدا. بس مش لاقي حل. انا اتخنقت وانا بقرا. احنا ممكن نقول له طرق يتعرف فيها. انت عارف ان الناس دي بتبقى مدكنه فلوس، بيبقى معاها فلوس كتير قوي. هي انا فاهم. هو منطقي الصراحه، انت ما بتصرفش حاجه. الجيم الرجالي ده مش حلو ليه؟ ليه؟ علشان هو لو راح الجيم الميكس اما يشوف بنت حلوه ويشوف بقى واحد هناك بيعمل حاجه يروح عامل هو بيعمل 50 يعمل هو 60. ولو حزق وجاله حاجه جاله الفتح ولا حاجه عادي. يعني مثلا دلوقتي انت بتلعبي في الجيم. ايوه. لا ايه ده؟ ازاي؟ هتفرقع. ايه بجد هفرقع؟ طب ما نتكلم كلمتين كده بعد الجيم، ايه رايك؟ يعني ننزل ناخد مش جاي؟ ماشي. انا بشتغل بالليل وبنام الصبح. ليش حالة صعبه شويه. بص اقول لك حاجه غريبه. ست تشتري كلب. مش بهزر، مش اللي هو الهزار تشتري كلب والحاجات دي، لا اشتري كلب بجد. اشتري كلب. قول يا جماعه والنبي انا معايا كلب نوعه كذا محتاج يتجوز، فهتلاقي بقى حد بيقول والله تعالى نتجوز يمكن دي تكون سكه ده تعمل منها حاجه. انا بحاولك بس تخليك تشوف بنات، يعني انت مش هتتكلم معاهم انت لسه، ده مجرد يعني تشوفهم. وانا والله مش بابيوز الحيوانات والله، هم بس كوبري مش اكتر. معانا مريم 27 سنه بتقول كان عندي بيست فريند من ايام الطفوله، دايما مع بعض لحد فتره الكليه، لدرجه ان ساعات ماما كانت مفكرانا اننا هنرتبط لما نكبر. هو خطب وانا وخطيبته مفيش بينا مشاكل بس مش صحاب. ده ما كانش مأثر على صداقتنا لحد ما في يوم لقيته منزل ستوريز فرحهم وانا ما اعرفش. كل اصحابنا اولاد وبنات موجودين وعارفين وعاملين جروب واتساب، وانا ما اعرفش اي حاجه عن الموضوع. انا مش فاهمه ليه ده حصل. اروح اساله عمل كده ليه ولا اتجاهل واعمل له بلوك من حياتي؟ تعمل له بلوك وتخرجه من هو اصلا خرجك خلاص من حياته. انا دلوقتي لو انا متجوزه لازم لو انا جوزي عنده بس انت ضد الموضوع؟ انا مسيك مني دلوقتي كملي. لو انا متجوزه وهو عنده بس فريند بنت، اوكي لازم ابقى عارفاها قوي تبقى صاحبتي. يعني انتوا لازم انت من الناس اللي هو لو في بيست فريند عرفني عليها بس عشان اعرف دي تمام ولا لا. مش عرفني عليها بس تبقى صاحبتي عادي زي وانا كمان البيست فريند بتاعي اعرفه عليه. حلو. ونبقى اصحاب كلنا، واول ما احس ان في ربع في المية بنقطع الموضوع. فهو شكل حصل منك فقطعوا الموضوع. يعني ممكن تكون هي عندها
ها ناحيه الواد. لدرجه ان انت الموضوع في دماغك ان انت تخشي تكتبي لنا، فانت بتهاهي الواد. يا عم البنت عندها 27 سنه وما اتجوزتش عشان مستنياه، دي المفروض في السنه دي يكون معاها عيلين يعني. والله العظيم دي نوعيه العيال اللي هتيجي هفتح لك فويس نوت تبعت لها الصوت ده عشان يلا قول يا ريس قول. شوف يا حبيبي القصه، انت تشتري كلب ماشي. كلب تشتري شويه باي حاجه تانية مسكره في حياتك غير الولد اهو. شكرا قوي للمداخله الهاتفيه دي. لا استنى اكتبوا لنا في الكومنتات ده صوت مين يا ترى. طيب وبكده يكون خلصنا المشاكل المتعلقه بغسيل الجمهور، ودلوقتي هنروح للفقره الثانيه بتاعه الفشل الرياضي. بما ان النهارده موضوع حلقتنا عن الكوره وعن الفشل في الرياضه، فاحنا جبنا اهم واحد بيقدر يتكلم عن الفشل معانا النهارده، الاسطى عبدو البلف. معلش بس عيدها تاني، انت قلت اهم واحد يتكلم عن الفشل، اشمعنى؟ من كتر النجاح. اخ انا اروح. عين سؤال، انت مختفي بقالك اكتر من 4 شهور، ممكن اعرف فين؟ عارف ان الاسطى بيحب ايه؟ يعتكف وحيدا، واخد بالك؟ حتى اظن باين على الفورمه اللي انا عاملها بقى انت خسيت عامه. ايه الحوار؟ خسيت حوالي 300 جرام. ماشي. لا معلش انا بس عايز اعلق على الولا اللي انتوا غسلتوه، الولا ابو 30 سنه. كاميرتك اهي. ده هي الكاميرا بتاعتي. يلا انت ولا تروح جيم زي ما بتقول لك عشان هتفضل تحزق وهيبقى شكلك وحش، ولا تجيب لك كلبه والكلام اللي هو قاله لك ده بيهزقك. ده بيقول لك شوف لك كلبه بالطريق. اسمع بقى، انت ما شفتش ولا واحده في حياتك صح؟ هتروح لابوك تقول له يا حاج شوف لي عروسه، انت ما شفتش ولا واحده قبل كده، فاللي هيجيبها لك هتعجبك من الاخر، ويجيب لك واحده برضه زي حالتك كده من الايه، من الجيم للبيت برضه، فهي ما شفتش في حياتها حد غير ابوها، ان شاء الله تعجبها. وبالرفاق اهم حاجه ما تكونش بنت عمك يعني، لان انت شفت ايه بيجيبوا لنا اشكال عامله ازاي. بلاش جواز القرايب يا جماعه. والنبي في واحد بعد بيقول لعبت سله وكنت قصير جدا كان ريلي، كنت قصير جدا لدرجه الكابتن كان بيجيب لي سلم عشان احط الكوره. ده كده الكابتن كان بيعمل منه مهزله. بس انا اصلا نفسي ابقى لاعب كوره ماشي. ولما اتمرنت كوره كنت مش بقدر اجري نص الملعب الخماسي، وبتعب عشان كان عندي انيميا، وكنت ضعيف قوي واعتزلت، ودلوقتي بحاول اخلي اخويا الصغير يكمل مسيرتي اللي ما بداتش. اولا انت محتاج تتعالج. ده عشان بس نتفق مع بعض وما تطلعش عقدك في اخوك الصغير. افرض اخوك ممكن عايز يبقى مثلا راقص باليه مثلا راقص باليه، هو عايز يبقى راقص باليه مائي اللي هم بيقعدوا يفتحوا براجل ويفضلوا يعملوا مثلا انت اعتزلت من ايه؟ انت اصلا ما اتسجلتش في حاجه، انت يعني انا مش عارف. لا ده شكله كان بيلعب في النادي بتاعي، عشان بيقول لك كان بيلعب في ملعب الخماسي، ملعب الخماسي ده عندنا في النادي. اوكي، هو ما فيش ملاعب خماسي في مصر. انا مستغرب، انا افتكرت في حكمه ورا الموضوع. في ايه؟ مش فاهم. هو في ملعبين خماسي تانيين في مصر غير ده. ايوه هو غالبا مش شرط يعني، مش هو. فانت نسبه 30% ولا حاجه يعني. عامة هو ممكن يكون نفس النادي بس التاني. وانا اللي كنت مستغرب من المبتدأ المجرور. يا نهار ازرق. لا كون بقول يا جماعه يا بجد نفس الكلام. قلت له انت ايه محتاج تتعالج وما تطلعش امراضك في اخوك الصغير. وكل بقى فاهم، كل كده وينزل اتمرن، روح الجيم، اشتري لك كلبه، اعمل اي حاجه يعني. المشكله اللي معانا بتقول موضوع المومز في التدريب بقى بجد رهيب. المومز الامهات الامهات اللي هم احنا ايه اللي ودانا هناك؟ احنا بنحب ناخد كل المجتمع، احنا ما بنحبش نمسك فئه معينه. صح. يعني دلوقتي بحس ان المنافسه بقت ما بين الامهات اكتر من الاطفال. لو انا الولا ابني تامر معاه البرونزيه في رفع الاثقال، انا عارف ان هم بيفضلوا يتمنظروا بعيالهم على بعض. والتدخل منهم كمان ضيع الروح الرياضيه، بسبب ان الام عايزه ابنها او بنتها تلعب طول الوقت في بوزيشن معين. يعني عايزه مثلا وينج، عايزه ديفندر كده. هي الامهات بقت تروح تمرن العيال كوره بقى بيتدخلوا بقى. هم بيبقوا واقفين بيتدخلوا في التدريب، ما بيكلمونيش يعني. شايفين اي كابتن مش بيقول اللي على مزاجها، كابتن حمار ومش عارف يشوف شغله. طبعا كابتن قليل الادب. اتمنى ان الامهات مش هينفع كده. لا ما طيب في السايد كابتن حمار ومش عارف يشوف شغله. اتمنى ان الامهات اللي مش عايزه غير طفلها هو اللي يلعب تلعبوا تنس وتبعدوا عن الرياضات الجماعيه. عارف الناس اللي بتبقى واقفه قدام الملعب الباسكت دايما بيبقى فيه ابني في جيم ممكن تطلعه الف، ممكن تطلعه ب. يعني انت لو انت مثلا مدرب هتعمل كده. يعني ايه من جيم لالف؟ الوسطات. اشرحي له الباسكت. بس مالك بتلعب باسكت، مالك بتلعب باسكت. هو ما يعرفش ولا انا. عايز يطلع من جيم لالف ملوش حق.
ما فيش والله العظيم الواحد لا طبعا لازم أن يمر بكافه الحروف الابجديه. طب هو ثانيه واحده، جيم وب والف دي في كل اللعب. والله العظيم ازاي؟ لا طبعا في الكوره مركز 9 و6 كده ده بالارقام. عندنا في النادي خلاص. انتوا النادي ده نادي ايه؟ عايز اعرف ده نادي ايه اللي ما فيهوش غير ملعب خماسي واحد في مصر هو اللي بيلعبوا عندكم، وعندكم مراكز الف وب وجيم. هي تقصد يعني ان ايه مثلا لو هنسكت الموضوع على كره القدم فهو مثلا الولا ما بيحبش يقف جون. ايوه بس الولا طوله مترين يا ست الكل يعني، ما لازم يقف جون يعني، امال هنعمل ايه في الولا يعني؟ لا الولا مش عارف ايه عايز يجيب اجوان يا ست الكل، ما الولا سريع وقصنن كده وحلو فممكن يبقى على الوينج. فاسمعي انت الكلام، نقعد بس شوف كوبايتين شاي خلاص ونتناقش في الموضوع ده بعدين يعني، بس لا ما تتدخلوش بعد اذنكم في شغل المدربين. انا رحت العب كيك بوكسنج قبل كده وكنت عايزه اعرف ابقى بدافع عن نفسي. حلو صح. واي حد يقرب مني اضربه. بس الحمد لله اول يوم في التمرين الكوتش قرر يوقف 2 قدام بعض، والبنت اللي هي وقفت قدامها دي كان بقالها كتير واخده يعني كذا كلاس، فهي اتضربت. وانا كنت اول يوم كان المفروض اني اصد وهي تضرب، بس الحمد لله اتضربت طول التمرينه ماشي، ورجعت البيت متبهدله وما رحتش تاني. دي بقى العقليه الانهزاميه للضربه التي لا تقسم السندباد بتطير على البتاع بتاعه. ماشي صحيح. فلا كان انت رايح عشان تتضربي يبقى تضربي وانت ساكت. ما البنت التانية برضه تلاقيها يعني فاهمه كانت نفسيتها وحشه، ممكن يكون اسمها مريم وعندها 27 سنه. طب اديها نصيحه ازاي تدافع عن نفسها. ازاي تدافع؟ بصي بقى انا هقول لك من غير الكيك بوكس. من غير الكيك بوكس تدافع عن نفسك بطريقه واحده. انتوا ربنا اداكوا حاجه مش موجوده عندنا، الصريخ. الراجل لما بيصرخ هي لما تنشف يا عم الحاج في تريلا دايس على ظهر. ايه يا ابني في ايه؟ ما تنزل جيم ميكس وبتنبسط. صحيح؟ انما انت عندك صرخي بس هتلاقي 80 شنب جايين يقول لك بتلعبي بادل. طيب احنا جالنا مشاكل في فويس نوتس. يا ساتر يا رب. شفت بقى؟ شفت؟ هنسمع مع بعض اول مشكله. مشكلتي الرياضيه كانت ان انا كنت المفروض بتدرب هاندبول، والكابتن ما كانش بيدربنا هاندبول خالص. يعني كنت قاعده 5 شهور تقريبا في التمرين، ولا مره لعبنا ماتش او خلينا نعرف ازاي اصلا نتعلم هاندبول. هو كان بيفضل يجرينا في الملعب ونعمل استرتشات وكده، وكان دايما بعد كل تمرين يجمع الامهات حواليه ويعمل ندوه ثقافيه كده.